السلامة، صباح النور، صباح الفل للناس الكل. شني حالكم؟ شعاملين؟ لاباس عليكم؟ قولوا لي شعاملين في البرد، شعاملين مع الكورونا؟ تويك شدين الدار ولا تخرجوا نورمال؟ احكوا لي. المهم به رجعت لكم اليوم برسات معروفة عند العباد الكل بالطبيعة، توانسة خاصة. كانوا يتفرجوا فيا معنا من بلدان أخرى، أكيد راهو الطريقة تختلف من تونس، الجزائر، للمغرب، لليبيا. كل بلاد معناها عندها الميثود متاعها الخاصة به اللي تميزها. واليوم أنا حبيت نودكم بالطريقة التونسية على طريقتي أنا بالطبيعة، خاطر تونس كاملة تختلف معناها من بلاصة لبلاصة كيفاش يطيبوه. اليوم جيتكم برسالة الكسكسي التونسي. أول حاجة به نصبوا الزيت، كان زيت زيتونة ولا زيت نباتي وإلا الزيت اللي تستعملوه أنتم للطبخ معناها. البنات الكمية هذه تعمل تقريبا 3 أشخاص هكاك، من شخصين إلى 3 أشخاص. باهي أول حاجة نعملو كما قلنا الزيت، ونحط قرون الفلفل متاعنا يتقلوا معناها. كان عندكم فلفل شايح، الفلفل كوشي يبنن على الاخر، نجموا تستعملوه هو، سينو معناه تعملوا القرون فلفل الاخضر العادي. كما قلنا يبنن برشا، خير معناها ملي تقلوه الفلفل وحده وبعدين تزينوا به. كي تقلوه هكا في الزيت اللي باش طيبوا به يعطي نكهه متاع الفلفل هذاك، خاصه كان حار يعطي النكهه متاعه بنينه برشا في الماكله. وجربوه تشوفوا الديفيرونس، خاطر انا قبل معناها كنت طيب عادي ما نقليش الفلفل والكليكا، كي بدات الميثود فما ديفيرونس في الجو. البنات اللي اول مره تشوف القناه تعمل لي صابوني بطبيعه جيم وكومنتير فيه كالعاده الراي متاعكم في الميثود متاعي، وعجبكم كسكسي ولا والكل. من بعد خذيت بصله متوسطه ومعاها تويكا هو موجود شتل، معناها البصل الازرق هذاك ما عادش موجود برشا. دونك عملت بصله متوسطه ومعها واحد شتل صغير، وحطيت كيما تشوفوا الحمص، وحطيت زاد الدجاج. اليوم الكسكسي متاعنا كسكسي بالخضاره مدبش وبالدجاج. من بعد حطيت كيما تشوفوا السفنارية. اليوم حبيتها معناها هيك يكون معبي بالخضره، خاطر الشتاء معناها الواحد ماذا بيه انه كيفاش معناها يستنفع بالخضار الموجوده في الشتاء، خاطر بالطبيعه معناها سفنارية وبرشا حاجات مش ديما باش نلقاها، دونك خلينا نستنفعوا منها بالفوائد نتاعها وناكلوها تويكا. كان تحبوا تعملوه معناها الكسكسي بالحم زاد نفس الميثود، راهو جوست يختلف شويه في الفح. باهي لهنا كيما تشوفوا عملت الكركم. البنات كان لاحظتوا اللي الحكه حتى لهنا، وهذايا راس حانوت البنات. هذاك اللي عملاته ملح. بين نرجع لحديث راس الحانوت والكركم هذمك عملتهم من عمناول. شوفوا ما شاء الله قاعدين لاباس عليهم، ما بيهم حتى شيء، لا فيهم اكل فراشة لا فيهم ما فيهم حتى شيء، قاعدين كيما هما. الرسالة وتلقاها ديجا موجودة، كنت تحبوا نعطيها لكم. باهي كيما شفتوا عملت زادة فلفل اكحل وعملت زنجبيل مرحي، ولهنا السر القرنفل. جربوه تشوفوا حتى هو يعطي جو بنين 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 على الاخر. باهي البنات كان لاحظتوا اللي الحكوك متاعي معناها هيك يلمعوا، هذوك مازلت غسلتهم وعاودت عبيتهم معناها، خاطر هما فرغوا الكل مع بعضهم، معناها فرغ الحوار والملح والكركم وكليك فرغوا مع بعضهم. جبت غسلتهم اهوكا. معناها البنات مش بالضروره نعملوا ديما جراميناج ونجبدوا نغسلوا كل شيء فرد مره، الحاجه اللي تفرغ نغسلها وبعد نعبها. كما قلت لكم عنها الحوار والا راس الحانوت هذاك عملتهم من عمنول، وقاعد لبس عليه لا فسد لي لا حتى شيء، برغم معناه حطيتها في الكوجينه عادي ولا في فريجيدير لا حتى شيء. نفس الشيء بالنسبه للكركم، والكميه ما شاء الله اللي عملتها معاكم عمنول معناها ما شاء الله تبقى لي عامين هكاك مصير لها شيء.
لهنا كيما تشوفوا هذيك مغرفة مكومة طماطم ومغرفة مكومة هروس كالعادة. الهروس عملته هذايا عملته في من اكتوبر في بالي لتو، معناها قاعد لي ما شاء الله، خاطر عملت كيلو ونص دقيق يعمل لي قريب سطل معناها كبير، يبقى لي ما شاء الله يبقى لي قريب 6 شهور ولا اكثر. قعدت نحكي برشا كيما شفتوا، معناها في الاول فوحت الدجاج والكليكه ونحركوه هيك نخلوه شويه يتقلى، وبعدين نزيدو طماطم ولا الفلفل وكل عاده حتى هما يتقلوا شوي، بعدين نمرقوا بالماء سخون. كيما تشوفوا ديجا حتى غادي الماء قاعد يسخن. البنات كان ما تحبوش معناها انتم من الخضار تنجموا تنحس في الناريه وتكملوا بنفس الطريقه، معناها بقيه المكونات وبقيه الطريقه تبقى نفسها، جوست تستغنوا على السفنارية. كان عندكم الفول تحطوه حتى هو في الاول مع السفنارية. لهنا هيك باش نمرق بالماء سخون. نعمل لها كيما الصوص، يعني ما نصبش معنا الماء ديريكت فرد مره، هيك نحب نصب شويه بشويه ونحرك حتى هيك الطماطم والفلفل اللي يذوبوا في ساعه، وبعدين في الاخر معنا نصب الكليكه. كيما قلت لكم تنجموا ما تعملوش السفناري، تنجموا تزيدوا لهنا الفول. الحمص تنجموا طيبوه وحده جست في الماء والكركم والملح، وفي الاخر هيك تزيدوا شويه من الزيت اللي يطلع من الكسكسي، والا تعملوه هيك. انا حبيت اليوم كله مع بعضه، معناها دجاج وخضاره وجاي بنين 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 على الاخر. جربوه واعطوني رايكم. لهناك العاده زدت هيك شويه ونحرك، وبعدين باش نمرق فرد مره ونغطيه معناه. الواحد كل مره يتعلم حاجه، يعني كما قلت لكم كسكسي في الاول ما كنتش نقلي الفلفل، ما كنتش نعمل هيك القرنفل، تعلمتها معناها ما عنديش برشا، يمكن عام ولا عامين هكاكا، وكل ما نتعلم حاجه جديده الحق يزيد يبنين اكثر الكسكسي متاعي. وجربوه وقولوا لي. لهنا مرقت الكل، نحطوا عليه الكسكس هيك باش يطلع البخ نتاعو، بعدين نعملوا الكسكس نتاعنا. بالنسبه للكسكس كيما تشوفوا حطيت الكركم شويه زيت وشويه ماء ونكسكسوه ونحطوه يبوخ. هذيك استيوس تعلمتها من سيما جير. هيك نعملوا زي فتحات صغيره باش هكا الكسكس فيه ساعه ما يبوخ معناه يفور. وهذه الطبيخه الاولى باش نهبطوا ونسقيه بالكسكسي. هذه الاستيوس الثانيه، انكم الاستيوس الثالثه مش الثانيه، انكم تعملوه بالمرقه متاعها، معناها ما تعملوش بالماء. كيف يبوخ الطبيخه الثانيه نسقوه بالمرقه متاعها، ما تسقوش بالماء او الصوص. ولهنا كيما تشوفوا زدت شويه قرنفل، حطيت في الاول وزدت. هو من المستحسن معناها تعملوه مرحي، اما اني ما قعدتش معناها نرحي فيه والكليكه، دونك حطيتهم هكاكا. طويكه كما شفتوا صبيت هيك الصوص ونخليه هيك نحركه بالباهي ونخليه يشرب شويه. كما تشوفوا هيك نسقيه معنا بالباهي ونخليه يشرب شويه. بالطبيعه ما تعملوش برشا صوص لان يولي عجينه، نعملوا كميه معتدله. انتم اللي تحسوه ربع الكسكسي وهيك وخشن شوي. واللي هنا باش نكملوا نحطوا الخضاره نتاعنا. عملت بطاطا وكرنب، اني نموت يا البنات الكرنب نموت عليه، نحب برشا في الكسكسي. وكان عندكم زاده قرعه تنجموا تحطوا القرعه في المرحله هذه، تحطوا لفت، تحطوا انتم الخضاره اللي تحبوا عليها، ونحركوا ونرجعوا الكسكسي نتاعنا.